طيف عرضيه من عبد الله داخل منطقه الجزاء، يحاول البريك، يعيد الكره داخل المنطقه، لا زالت مستمره وقائمه، تصل بعد ذلك الى ميشائيل وبعيدت من امامه، وصلت مره اخرى الى كاريو. ميشائيل من جديد. هذه الانديه البولنديه التي يبحث عن ان يكون اول مدرب بولندي يفوز ببطولة خارج القارة. كرة بمحاولة عرضية خطيرة التي يمتلكها أمامية داخل منطقة الجزاء، خطيرة جدا، لا زالت مستمرة وقائمة، وبعيدت الكرة بأقدام الحمدان، عرضية من الحمدان وصلت إلى كنو، لا زالت مستمرة، سدد لا 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 إلى سعود عبد الحميد، لمسة من سعود إلى محمد كنو مر بشكل مثالي جدا في المرة الأولى وفي المرة الثانية، ومرر إلى كاريو من هذا المكان يسدد. نيتشي اليوم على المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، كرة بمحاولة ملعوبة خطيرة، كاريو وعن طريق الخطأ، وبقياس نتيجة المواجهتين للمرة الثالثة وراوى قليل مشاركة في دوري الأبطال، وراوى المشاركة الثامنة له في دوري أبطال آسيا، يصل إلى النهائي. كرة بمحاولة إيجالو سدد لكن المدافع يتصدى، وإبريت محاولة مرور وتقدم، تصل إلى أندري كاريو يلعبها إلى محمد كنو، يتقدم ينطلق يحمل الكثير من الآمال من أجل كرة قادمة بحول الله. ميشائيل الآن عرضية داخل منطقة الجزاء، شيكاوا من الصعب جدا أن يأتي بمثل هذه الكرات. عموما محاولة ملعوبة عرضية داخل منطقة الجزاء، وصلت إلى إيجالو، يعيدها إلى كاريو إلى داخل المنطقة، إيجالو يا الله يا نيتشيكاوا، ونجح في التصدي لكل محاولات الهلال من خلال أحداث هذا اللقاء. اللحظات الأخيرة قبل نهاية الأحداث في انتظار صافرة الصيني الذي يعلن رسميا نهاية هذه المواجهة.